بتعرفي إنه في شي عم يغير وعيك كل يوم وإنتي مفكرة إنه ما إله أي تأثير؟ لا، ما له خبر ولا كتاب ولا حتى شخص مقرب منك. التأثير الحقيقي جاي من مكان أبسط بكتير. لا تدوري يمين ولا يسار. الحسابات اللي عم تتابعيها كل يوم على السوشيال ميديا يمكن انتي تفكري انك عم تتسلي بس الحقيقة انه كل بوست، كل ريل وكل ستوري عم تزرع فكرة صغيرة براسك عن شكلك، عن نجاحك، والأخطر عن قيمتك كامرأة. وكمان في محتوى بتضحكي معه، بتتفاعلي معه على أساس إنه كوميدي، بس هو عم يمس قيمة عند المرأة أو عند المجتمع بشكل عام، وعم يتحول مع الزمن إنه تصير المسخرة على القيم تبعنا شيء طبيعي. لما يكون المحتوى اللي عم تشوفيه بركز دايماً على الحياة المثالية والنجاح السريع، بيصير أي واقع أقل من هيك بحسسك إنه التقصير منك. وهون بقى بتبلش المقارنة وتبلشي تحسي حالك إنك متأخرة أو في شيء ناقصك. وبعلم النفس في مفهوم اسمه المقارنة الاجتماعية، بيشرح ليش عقلنا تلقائياً بقارن نفسه باللي منشوفه، وكل ما كانت المقارنة مع صور مثالية زاد القلق ونقص الرضا عن الذات. ولهيك تذكري دايماً إنه مو كل شيء عم تشوفيه على السوشيال ميديا هو الواقع الحقيقي، هذا الواقع المفلتر يلي منتقى بعناية ليشدك مو ليشبهك. فاسألي حالك اليوم مين عم تابع وشو يلي عم يغذي فكري، وإذا حاسة إنه المقارنات عم تتعبك راجعي متابعاتك واختاري الأشخاص يلي بيضيفوا لك قيمة مو يلي بيحطوكي بحرب نفسية دائمة.